السلام عليكم. اليوم رجعت لكم بطبخة جديدة وكتير مناسبة لهالطقس البارد، كتير رح تحبوها، وهي طبخة ضلع ورز. أنا عندي فخدتين غسلتن منيح ومنظفتن ونقعتن بمي وملح وخل، وبرجع بصفيهم كتير منيح بالمصفية حتى ما يضل عندي ولا نقطة مي، وبطنجرة عميقة محمية مسبقا وبنزل الفخاد. لاحظة أنا عم قلي الدجاج بدون زيت أو سمن وبغطيها على الطنجرة. لمرقة الدجاج أنا هون عصرة ليمونتين يعني حامض وكسرتهم بالمي ورشيتهم رشة ملح. أنا هون دقة 3 فصوص توم، بتحبوا تزيدوا أكتر تقللوا ما بيأثر، وبرجع ضيفهم فوق المرقة يلي حضرتها قبل يلي هي عبارة عن حامض وملح، وبحركهم كتير منيح ليتجانسوا مع بعض. وبرجع بشيك على الدجاج بعد ما يغير لونه، بقلبه على الناحية التانية حتى ياخد اللون الذهبي ويطلع كتير طيب. تقريبا 5 دقايق عطانا هيدا اللون الذهبي، برجع بقلبهم للناحية التانية وبحط فوق منهم المرقة. أكيد ما بدنا ننسى ورق الغار والهيل والقرفة، بيعطيهم نكهة كتير كتير طيبة، وبحركهم كتير منيح مع الدجاج. في بعض الناس بيحبوا يحطوا بس ملح وبهار أسود، أنا حبيت حط كركم، قرنفل، 7 بهارات وكاري ورشة ملح، وبضيفهم فوق الطنجرة. بيعطي هالخليط من البهارات طعم كتير طيبة. هون بعد ما جهزت عندي الطبخة، شوفوا لي ما شاء الله لونها كتير بجنن وبشهي، بسكبها بصحن التقديم. أنا عملت حد منها رز مبهر، فيكن تعملوا رز عشعيرية كمان بيطلع طيب. شكرا لكم على المتابعة الحلوة، بليز ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات. باي.